مسا مسا على الحلوين اللي بيشوفوني او صباح الفل لو بتشوفيني الصبح. النهارده بقى فيديو مختلف وفيديو متميز، والبطل بتاع الفيديو النهارده بابا حبيبي ابويا سندي وده ربنا يخليه ليا العمر كله. النهارده بقى كده كنا عنده، فقال بقول لكم ايه، احنا عايزين نجيب شويه بوري حلوين ونشويهم في البيت. هتشويهم في البيت يا عم الحاج ازاي؟ بس مش هنعرف وهيلزق وهيبقى شغلانه مش فايته. طب تعالوا اتفرجوا بقى بابا حبيبي عمل ايه وشوى السمك ازاي. زي ما انتوا شايفين كده السمك البوري الجميل ده جبناه وشطفناه بس كده. طبعا بابا هو اللي عمل كل حاجة مش انا عشان الامانة. وبعد كده اي صينية قديمة بقى عندك حطيها على اعلى نار، اعلى شعلة عندك، وعلي الشعلة خالص، وحطي بقى الصينية القديمة دي وهاتي شوية ردة جمال كده زي ما انت شايفة، والسمكية تبقى مندية ما تبقاش ناشفة خالص، وتحطيها بقى في الردة ويلا بينا على الصينية زي ما انتوا شايفين بقى الجمال. بجد بجد مش قادرة اقول لكم على جمال السمك البوري اللي انا اكلته من ايد بابا حبيبي. يعني شابوه بجد، برفع له القبعة، روعة جميل جدا جدا. ولا تقولي لي بقى مشوي على يعني في اعظم محل سمك. بجد جميل يا جماعة. دي حاجة. تاني حاجة للناس بقى اللي هي بتكسل تنزل وتشوي، او الناس اللي هي طبعا الوقت سعر كيلو السمك المشوي الشوي بس يعني 15 جنيه، وفي بيوصل ل20. طب حرام، انت لو جايبه 3 4 كيلو بقى هتدخلي لك في 60 70 جنيه. طب وعلى ايه؟ ما هو شويه الرده الجمال، السمكيه منديه كده، حطي بقى الرده عليها من فوق ومن تحت، وحطيها بقى على الصينية، وتاكلي أحلى فص سمك بقى مشوي كده على رواقة. ولا نزلنا ولا شويناه بره ولا دفعنا بقى مبالغ فظيعة. بجد لا جربوه. وعايزة أقولك كمان شوي البوري أصعب من البولتي، لأن البولتاية السمك البولتاية بتبقى مفرودة كده، لكن البوري كده عشان مدملك في نفسه فبيبقى شوي. وصراحة أنا كنت خايفة يكون ني ولا أي حاجة، بس عايزة أقولك كان مستوي وكان عامل زي الزبدة، طعمه روعة. لو وصلتي لغاية هنا في الفيديو اوعي تنسي تحطي اللايك، واوعي تنسي تعملي الشير، وتكتبي بقى الكومنت الجميل المحفز ليا وطبعا لبابا لان هو بطل الفيديو ده زي ما انا قلتلك. بصي بقى هتشوفي دلوقتي. وفي طبعا التتبيلة بتاعته، عايزة تعملي بقى التتبيلة اللي هي السايلة اللي هي بقى بالليمون والخل والطماطم والخضرة واللي احنا عارفينها دي، تمام. بس احنا بنحب بقى السمك يكون تتبيلته ناشفة كده شوية، وخاصة ان السمكية عاملة زي الزبدة مش مستاهلة يعني ان انت طريها اكتر. فرشينا عليه رشة ملح كده، عايزة ترشي بقى رشة ملح وكمون واللي هي الدقة الحلوة دي، تمام، على حسب مزاجك. بصوا بقى الجمال، حاجة بقى فاخر من الاخر بجد، مع شوية رز وسلطة. والله بقى لو حبة بابا غنوج كده وتاكلي احلى اكلة سمك من ايد ايه، من ايد مش من ايد نهى بقى المرة دي، من ايد بابا. جربوه وقولوا لي بقى في التعليقات. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.